في إطار الانفرادات المختلفة للحياة الآن، أيضا كان في انفراد آخر خصنا به الأستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بجريدة المصري اليوم، أنه تم القبض على 15 قيادة إخوانية. قال لنا أن من بين هذه القيادات زوج شقيقة عصام العريان، وأيضا للتصحيح هو أكد لنا أنه من بين المقبوض عليهم صاحب توكيلات مؤمن، وكذلك مش محلات مؤمن، لأن احنا وفق الأستاذ يسري كان قال لنا محلات مؤمن، ولكن هي صاحب توكيلات مؤمن، وكذلك زوج شقيقة عصام العريان وأيضا حسام البخاري، بالإضافة إلى 13 قيادة أخرى. وده كان انفراد للحياة الآن، بالإضافة إلى انفراد آخر للحياة الآن خاصنا به سيادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه تم إلغاء المناورات البحرية المشتركة بين مصر وتركيا، واللي كان مقرر لها شهر أكتوبر القادم. تم اتخاذ هذا القرار، وخاصنا به سيادة السفير بدر عبد العاطي منذ قليل للحياة الآن مشكورا.